نقدر ندخل لو احنا مش الويب سايت بتاعنا ده نقاط المسار كلها في الويب سايت. اولا الويب سايت بتاعنا بيتميز بحاجتين، اولا هو ب7 لغات عشان يخاطب العالم كله. اللغات بتاعتنا عربي، انجليزي، فرنساوي، ايطالي، الماني، اسباني، روسي. بس وناويين نكمل ان شاء الله اللغات. ليه؟ احنا هدفنا ان هذا الملف ده يطلع للعالم كله، العالم كله يعرفه مسار العالم المقدسه. الميزه اللي بيمتاز بها مصر بس عن دون دول، عن سيد المسيح والعذراء امه ويوسف النجار وسالوني اللي هم اصدقاء الرحله كلهم ما زاروش بلد ثانيه بعد المنشا او بلد الميلاد غير مصر. المسار قطع مصر، رسم شكل يكاد يكون صليب في مصر. عندنا النقاط ماشيه في 8 محافظات. نقاط المسار العالم المقدسه جايه من، عرفوا ازاي المسار ده كان الطريق القديم كان يسمى طريق حورس للقوافل. وكمان في ميزه ممكن نرصدها، استخدمنا حاجتين. الميزه اللي ممكن نرصدها ان الطريق كان قديم وغير كده وكده. دايما لما حد بينزل من البلد بيدور على قرايبه، فكان يوسف النجار دايما بيدور على التجمعات اللي في اليهود. اكبر تجمع كان في مصر القديمه، كان في تجمع في وادي النطرون بيقام في مخطوطات، كان في تجمع تاني بيقام في جبل قسقام لما وصلوا لاخر نقطه اللي هو دير المحرة. دير المحرة طبعا في اسيوط يقال، يعني دائما في اثباتات حتى جيولوجيه ان هو بيقع في قلب مصر، حسب ان هو ان يكون مسبح في قلب مصر. بيبدا الرحله من الفرامه، بعد ما مش بتبدا من الفرامه بيخش على تل بسطه. تل بسطه بتتكسر الاوسان فيها لدرجه ان احنا تمام يا باشا. عندنا هنا ميزه البي ار الفيرتشوال اللي احنا استخدمناه انه حتى هندسيا يبقى توثيق للاثر. توثيق للاثر بمعنى ان هندسيا تقدر تدفع عليها مقاسات، تقدر تاخد مقاسات 3 دي. انا هنا ده منطقه تل بسطه كلها مجسم عيد من فوق. انا عايز اروح عند البير اللي اكتشفوه. ادي البير بدخل اهو كويس، البير اللي بتاع تل بسطه. بقدر الف هنا، بقدر اعمل ووك ثرو كمان جوه المكان، يعني اقدر امشي جوه المكان. دي المنطقه اول ما دخلوا المعبد تهدم، ولحد الان وقتنا هذا في متحف مفتوح كويس في يعني تل لما بسطه. دخلوا المعبد ده اتهدم اول ما دخلوا على، ولذلك في النبوءه اللي في الانجيل ستنكسر اوثان مصر وقلب مصر يزول. في ايه في الانجيل بتقول كده. دي بالنسبه طبعا احنا الويب سايت بتاعنا تقدري تتجولي مانوال بايديكي وتقدري تعمل فيديو كده هو بيمشي لوحده تتفرجي. غير كده وكده احنا في الويب سايت عندنا حاجه كمان، يعني مثلا لو قلنا بالانجليزي لما بنخش طبعا الويب سايت بيقلب كله انجليزي. النقاط بتبقى بالانجليزي. لو دخلنا الفيديو بنلاقي في الفيديو بتاعنا بيتكلم لمده دقيقتين 3 بيقول لك تاريخيا النقطه دي فين. كل ده على الويب سايت. كل ده على الويب سايت. The Scholar District campaign described it as a most important city that one عن النقطة اللي احنا واقفين عليها. ده فيديو قلبتي على الاسباني الفويس بيبقى اسباني، الايطالي الفويس بيبقى ايطالي، فبيعرف الناس تاريخيا النقطة دي فيها ايه، كنايس او اديرة في النقطة نفسها برضه بيعرض ده كويس. الكنيسه دي حضرتك العدد فين؟ الكنيسة دي في سمنود
دي سمنود اللي فيها المجور، المجور وفيها البير. دايما النقاط المسار العائله المقدسه بتنقسم لنقطتين، نقاط مروريه عدوا. انا ما بروح من مصر الجديده لحد الزمالك لازم اعدي على التحرير، لازم اعدي على ساعات. دي نقاط مروريه قعدوا استريحوا فيها ساعات ومشوا. وفي نقاط معيشيه، يعني العائله المقدسه قعدت كانت شربت نامت فيها، زي اطول مده كانت في المحل 6 شهور وحوالي 10 في دير المحل. اكبر مكان قعد فيه. من جت النبوه يوسف النجار قال له ارجع تاني لان الذي يطلب ايه؟ عشان كان يقولوا خلاص ماشي. ايوه دي نقطه سمنود. نرجع تاني للويب سايت.